فانظر يا أخي إلى حكمة هذا الرجل العجوز، هذا الرجل الذي كان يعمل بإتقان وإخلاص، والذي كان يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم عملا فليتقنه. اسمع بالله عليك، مر أمير من الأمراء بفلاح يبلغ 80 من عمره يغرس نخلا. نخلا. فقال مستغربا، الأمير يسأل مستغربا: أيها الشيخ الصالح، أتؤمل أن تأكل من ثمر هذا النخل وهو لا يحمل إلا بعد سنين طويلة وقد فني عمرك؟ يا عم الحاج يا كبير، انت بتزرع نخلة وانت عارف ان النخل بياخد سنين طويلة عشان يحمل بالثمر بتاعه اللي هو البلح بتاعه، وانت اصلا خلاص عمرك 80 سنة، فني عمرك خلاص. فقال الرجل العجوز: أيها الأمير، غرس السابقون فأكلنا، ونغرس نحن ليأكل اللاحقون. فتعجب الأمير من إخلاص هذا الشيخ في عمله، وأعطاه 1000 دينار. فأخذها الشيخ وقال، الله الرجل العجوز، وقال: أيها الأمير الكريم، ما أعجل ثمر هذا النخل. فاستحسن الأمير إجابة هذا الشيخ وإصراره على العمل، فأعطاه 1000 أخرى، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، عليكم بالإخلاص والإتقان في عملكم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من عمل منكم عملا فليتقنه. صل عليه.